مصطلحات هامة في عالم السكارة. وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. معنى البزار أو السكار هو الإنسان ذو خبرة في أنواع الطيور، وهو من عشاق الطيور. بمرور الوقت يكتسب الخبرات، وتشمل البذرة أو السكارة على مجموعة من المصطلحات الخاصة بها، وهي البوز وهو منقار الطير من أوله لآخره ليشمل فتحات الأنف. المنسم فتحات التنفس بالمنقار. رمانة المنسم الحبة الصغيرة داخل المنسم. العاتق وهو رقبة الطير. القراع وهي في سيقان الطير. الكفوف أو المخابط وهي أرجل الطير مع الأصابع. الذناب وهي ريش الذيل أو الذنب. شلال الطير هي ريش يغطي سيقان الطير. العلف وهو طعام الطيور. طير صنيع وهو طير زائد عن حجمه الطبيعي ويقال عليه عديد أيضا. الطير هزيل وهو طير ضعيف قليل الحجم. رباجة الطير وهي قطع يخرجها الطير مما يتبقى من العلف الخاص بيوم الأمس. الطلع وهو طير يرى الفرائس من مسافات بعيدة. الطير يكفخ يحاول الهرب. طير تنكر يعني طير يذهب بعيدا ولا يريد راعيه بسبب الخوف. طير حوام طير يحلق من أعلى الفريسة. طير ردام يعني طير يرتفع من أعلى ليسقط من فوق فريسته ليقتنصها. الملواح وهو مجموعة من الريش المربوط. المقيد أو الربط وهو فترة ربط الطيور دون تدريب في وقت الردة والعودة الطيور إلى نوائلها الأصلية. الوكر وهو مكان يجلس عليه الطير. المجول أو المدور هو قطعة من الحديد قابل للدوران. الدس وهو الجوانتي دعوا الطير أي ناداه من مكان بعيد. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.